السلام عليكم. كلاتنبرج يلجأ إلى المحكمة الرياضية بعد استقالته، ويفضح مرتضى منصور بسبب تهديدات مرتضى منصور له، ويفضح اتحاد الكرة بسبب الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد استقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام، فقد صرح كلاتنبرج وأدلى بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وقال: لقد أعلنت استقالتي لاتحاد الكرة المصري نظرا للضغوطات التي تعرضت لها من جانب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي هددني علانية في الإعلام. فماذا أفعل؟ فلقد عدت إلى بلادي لأنني تعرضت للتهديد المباشر من هذا المسؤول الذي يهدد جميع عناصر اللعبة في مصر ولا أحد يتحدث معه. فأنا كنت أقوم بعملي جيدا وأمنع جميع التدخلات في اختيار الحكام، وخاصة في مباريات الزمالك. وشاهدنا جميعا ماذا حدث في الموسم الماضي، فهناك العديد من الحكام كانوا يجاملون الزمالك على حساب الأندية الأخرى، وخاصة الغريم التقليدي لهم النادي الأهلي، وهذا الذي حرم الأهلي من التتويج بالدوري. فكانت هناك أخطاء كارثية من جانب الحكام وحكام الفار أيضا من أجل تتويج الزمالك بالدوري، وهذا الذي حدث. وعندما توليت لجنة الحكام منعت كل هذه التدخلات، وكنت أعاقب الحكام المقصرين من الاستبعاد فورا من التحكيم من المباريات. ولكن عندما تدخل الاتحاد المصري في عملي غادرت على الفور وأعلنت استقالتي من هذا المنصب، الذي أعتبر هذا المنصب هو أساس الفساد في الكرة المصرية. وسوف ألجأ إلى المحكمة الرياضية، وسوف أرفع قضية على رئيس نادي الزمالك بسبب تهديداته علانية لي في وسائل الإعلام. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.